الصحراء الغربية احنا ما نتخلاش عليها، حقهم حق تام تقرير مصير، أعطوهم الحق يصوتوا. بغاو يكونوا مغاربة احنا الأولين نصفقوا عليهم، يقولوا احنا موريتانيين نصفقوا عليهم، جزائريين ما يكونوش جزائريين. قضية الصحراء الغربية ما نتخلاش عليها. قبل 3 سنين هذه هي الطريقه اللي كان كيدوي بها الرئيس الجزائري، بحال كان متاكد 100% ان بلادو عمرها غتخلى عن ملف الصحراء وانها غتبقى هي السند الاساسي للبوليزاريو. الجزائر كانت كتشوف راسها هي اللاعب الرئيسي والمغرب هو اللي في موقف ضعف، ولكن كيف كنقولوا دوام الحال من المحال. هاد الثقه اللي كانت عند النظام الجزائري تبخرات دابا حيتاش الواقع تبدل والخريطه السياسيه للمنطقه عرفت تغييرات جذريه. فشنو وقع؟ كيفاش تحول هذا الخطاب القوي والحازم لواقع مغاير تماما؟ وفوقاش بدات الجزائر كتخسر هذا الصراع اللي صنعته بيديها؟ ولكن قبل ما ندخلوا للتفاصيل، اكثر من 98% من المغاربه اللي كيشوفوا المحتوى ديالي ما مشتركينش في القناه. هادشي علاش؟ فضلا وليس امرا، الا كان بامكانك تشترك في القناه وخلي لايك. شحال هادي والجزائر كتحاول بشتى الطرق تفرق المغرب على صحراءه، اكثر من 50 عام ديال العداء وديال المؤامرات، وشحال ديال المليارات اللي كتقول بعض التقارير انها فاتت اكثر من 500 مليار تعطات البوليزاريو باش تخلي هذا الصراع يبقى ديما شاعل. كانوا كيعتقدوا انهم قادرين يركعوا المغرب، ولكن كيف ما كنقولوا اللي حفر شي حفره لخوه كيطيح فيها. دابا بعد سنوات طويله الصوره ولات واضحه وضوح الشمس، الجزائر خسرات هذا الصراع، والمغرب بحكمه الملك ديالو وشجاعه الشعب ديالو ما عمرهم تراجعوا على حبه رمل واحده من الصحراء. خدموا بصمت وبدبلوماسيه قويه ومشاريع تنمويه كبيره في مدن الصحراء خلاو العالم كامل يشوفوهم على حقيقتهم. وهذه الخدمه اللي دارها المغرب بصمت، المغرب بدا كيحصد على مجموعه ديال الاعترافات الدوليه اللي ساهمت بشكل كبير باش الميزان يميل للكفه لصالحه، ابتداء من الامارات والولايات المتحده الامريكيه واسبانيا والمانيا وصولا لاخرهم لبلجيكا. هذا الشيء كيعني ان القرار الدولي تحسم بشكل واضح. وفوق هذا الشيء كامل المستشار الامريكي لترامب اكد على انتهاء ملف الصحراء في مده ديال 60 يوم، واخا الجزائر ولا بوليزاريو ما يرضاوش القرار راه تحسم. وهذا هو الفيديو ديالو. طبعا نحن بنعرف انه هذا الاسبوع يعني نهار الخميس هناك استحقاق بمجلس الامن بيتعلق بالصحراء، فعم نشتغل طبعا مع جميع الشركاء ومع جميع الحلفاء، ولا سيما الحلفاء المغربيين والجزائريين. نحن عم نشتغل بشكل يعني يومي حتى مع الجزائريين للسعي للوصول او التوصل الى قرار بمجلس الامن يرضي الجميع. مثل ما بتعرف حضرتك موقف الولايات المتحده وموقف الرئيس ترامب يعني واضح جدا بموضوع الصحراء. الرئيس ترامب اعلن يعني واعترف بسياده المغرب على هذه الصحراء ضمن طبعا الطرح المغربي للحكم الذاتي، يعني طرح عام 2007. ودابا بعد ما ضاع كل شيء وبانت الحقيقه، النظام الجزائري ولا كيخرج بابواقه الاعلاميه بحال وزير الخارجيه السابق باش يلمحوا ان الملف غيسالي قريب، ويحاولوا يقنعوا الشعب ديالهم ان المليارات اللي تخسرات في هذه الحرب او هذا الملف ما غاديش يقدروا يرجعوها باي طريقه، ويحاولوا يخليهم يتقبلوا امر الواقع. الصحراء الغربيه الربع الساعه الاخير، ان مشكله الصحراء الغربيه تقترب من نهايتها، وذلك لصالح المملكه المغربيه بدون منازع. وقد احتاجت الرباط الى 50 سنه لتبلغ هذه النتيجه، مستعمله سياسه العصا والجزره ومتنقله بين الجرأه العسكريه والاصرار الدبلوماسي. وعلى اي حال فقد نجح المغرب في طي صفحه الحكم الذي اصدرته محكمه العدل الدوليه سنه 75، والذي كان قد نفى وجود سياده مغربيه على الصحراء الغربيه. كما أنه أفلح في إحلال الشرعية الدولية بين قوسين المبنية منذ سنة 2007 على مشروع الحكم الذاتي. هذه التلميحات هي محاولة إنقاذ ما تبقى من ماء الوجه، وهذا الشيء بالضبط اللي سبق وأكد عليه جلالة الملك في واحد الخطاب من خطاباته، فاش قال بالحرف أن المغرب مستعد باش يحفظ الماء الوجه للجميع. بصفته ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. هاد التلميحات الجديده كتاكد باللي النظام الجزائري لقى راسو في واحد الموقف صعيب وما عنده حتى شي خيار اخر، واللي اكثر من هاد الشيء باش تعرف ان النظام متخلخل وما عرفش راسو اش كيدير. حتى الاعلام الرسمي ديال المخابرات الجزائريه بدا كيلمح بلي ان البوليزاريو يمكن ليها تقاسم الصحراء مع المغرب،
يعني من دعم الانفصال المطلق للتقاسم. وهذا الخبر ديال التقاسم كان سبق لينا وتحدثنا عليه بالتفاصيل في احد الفيديوهات السابقه، الا بغيتو تشوفوه راه موجود في القناه. هذا الشيء كيبين باللي الضغط الدولي وبصمه الدبلوماسيه المغربيه القويه خلاتهم يفيقوا من الحلم ديالهم، وهذا الاقتناع بالهزيمه ما بقاش غير في الكواليس، راه بان حتى في الصراعات الفكريه والتحليليه. شفنا في واحد المقابله بين محلل مغربي مشهور ومحلل جزائري، وفاش المحلل المغربي قلب النقاش بالادله والبراهين، المحلل الجزائري طفى الكاميرا لانه ما لقى ما يقول. مساله حل نزاع الصحراء الغربيه يدخل ضمن هذه الصفقه صح وصفها كذلك بمنطقه ترامب ضمن هذا الاتفاق، اتفاق سلام. وهل يعيش ملف الصحراء الغربيه فعلا الربع ساعه الاخير كما كتب احد المثقفين؟ هل حسم الامر لصالح المغرب؟ و يبدو ان فقدنا الاتصال مع ضيفي في جانب السيده علي محمد البيج، ولكن اطرح عليك سؤال الدكتور عبد الفتاح. نعم تفضل لو سمحت. وهذا الشيء الا كان كيدل على ان حتى الاشخاص التابعين للنظام بداو كيقتنعوا باللي الملف وصل للنهايه ديالو. هاد التلميحات كلها هي اعترافات ضمنيه بالهزيمه، وبما انهم ما عندهم حتى شي ورقه رابحه في هذا الملف، هاد الشيء كيعني انهم حرقوا جميع الاوراق ديالهم وما بقى عندهم فين يتخباو. الخلاصه ان الرساله المغربيه واضحه، الناس ديال الصحراء كيوجدوا الاحتفالات بهذا النصر، وهذا النصر هو انتصار لكل المغاربه من طنجه للقويره. وفي الختام كنقولوا باللي عاشت الصحراء مغربيه حره ابيه تحت قياده الملك محمد السادس، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب. تهلاو في ريوسكم.